ليه مهم الكولد شاورز؟ لانه هذا اللي تصحيك. اللي لاحظته طبعا فائده الكولد شاور، شايف جمال النور، جمال الحياة، جمال الطبيعة. بعد الظلام نور على نور، وبضدها تعرف الأشياء. لما المتعة تخرج من عمق الألم، والنور يخرج من عمق الظلام، والخير يخرج من عمق الشر، والعدل يخرج من عمق الظلم. الحياه في كثير من مواقفها صعبه، ما هو واضح ايش الخيار الانسب اللي الواحد يسويه. في عالم مليان تحديات وطموحات، احيانا بنلاقي اشخاص بتظهر بتحقق احلامها وبتواجه المستحيل وبتحقق الاحلام اللي اغلبنا عايشينها. تعالوا معايا في الفيديو ده نتعرف على حكاية احمد الشقيري وازاي ان هو غير حياته والهم الملايين من الناس. ازيكم عاملين ايه؟ النهارده في الفيديو ده هنتكلم عن قصه نجاح احمد الشقيري. بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش انك تدعمني باللايك والشير والسبسكرايب، وكمان ما تنساش انك تعمل لي فولو على انستجرام عشان هنزل فيديوهات كتير جدا بتتكلم عن المونتاج في الفتره الجايه. وبس كده يلا نبدا الفيديو. احمد مازن الشقيري اتولد في 6 يونيو 1973 في مدينه جده. خلص دراسته الاوليه اللي هي الابتدائيه والثانويه، ومن صغره كان بيطمح ان هو يكون دكتور او ان هو يكون رائد اعمال كبير، وكمان كان بيحب جدا الاعمال التطوعيه او الاعمال الخيريه. في سن ال 14 سنة بدأ أحمد إن هو يدخن، ودي العادة السلبية اللي أثرت على حياته كلها بالسلب. لكن في سنة 1994 حصل تحول كبير جدا في حياة أحمد مازن الشقيري، لأنه في الوقت ده صلى أول صلاة عصر ليه في حياته كلها، وفي اللحظة دي كانت بداية تعرفه العميق على الإسلام. هو كان مسلم بس ما كانش بيصلي وما كانش عارف كتير قوي عن الإسلام، لكن النقطة دي خلت أحمد إن هو يتعرف أكتر على الإسلام بشكل أعمق وأكبر. في سنة 1999 بعد لما خلص أحمد الثانوية سافر لأمريكا عشان يكمل تعليمه، واخد بكالوريوس في إدارة النظم من جامعة كاليفورنيا، وبعد كده كمل تعليمه واخد ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. في الفترة دي بدأ أحمد إن هو يواجه تحديات جديدة، لكنه ما كانش يعرف إن حياته هتتغير 180 درجة. وبعد فترة من الزمن أحمد بقى عنده شركة تجارية كبيرة وكان ناجح فيها، وفي الوقت ده حياته كانت عادية زي أي شخص. كان عنده أهداف زيه وزيك كده عايز إن هو يحققها، يعني مثلا أنت حاطط قدامك هدف معين وعايز تحققه، انا عامل كده وهو عامل كده وفلان عامل كده وهكذا. لكن في مره من المرات لقى في اوضته على جهازه القديم تحديدا ملف مكتوب عليه اهدافه لسنه 2000، ومن الاهداف دي كانت فتح مستشفى خيريه وتوسيع شركته التجاريه، كمان كفاله الايتام. بس لما دخل اعلام كل حاجه من الحاجات دي اتغيرت تماما. وفي سنه 2002 بدات رحله احمد الاعلاميه، واول برنامج عمله احمد الشقيري وهو برنامج يلا شباب. كان هدف البرنامج ده هو تحسين وتغيير المجتمع، خصوصا فئة الشباب والمراهقين. والبرنامج ما اتنشرش كده عادي، لا هو واجه عقبات كتير قوي جدا واترفض كذا مرة من كذا قناة. بس فكرة احمد واصراره ومجهوده خلته يستمر لحد ما حقق الهدف اللي هو عايزه، وهو انه ينشر البرنامج ده. ومن سنة 2005 ل 2015 كانت بداية برنامج يلا شباب. بس بعد كده قدم احمد الشقيري برنامج اسمه خواطر اللي استمر لمدة 11 موسم لحد 2015. والبرنامج اللي احنا كنا بنتكلم عنه اللي هو خواطر كان متميز بان هو بسيط واسلوبه سهل على الناس، وده خلاه يوصل لقلوب الناس بسهوله. ومن خلال خواطر نشر احمد الشقيري مواضيع كتير عشان ان هو يوعي الناس، وكمان ان هو يغير المجتمع زي ما قلنا في بداية الفيديو. في 2011 اللي هو بعد برنامج خواطر بدأ أحمد إن هو يقدم برنامج اسمه رحلة مع الشيخ حمزة يوسف. وفكرة البرنامج كانت مميزة ومختلفة جدا عن البرامج اللي كانت بتتذاع في الوقت ده، لأن الشيخ حمزة يوسف اللي هو معمول معاه البرنامج كان بيرافق بعض الشباب من دول مختلفة زي الولايات المتحدة ودول مختلفة كتير، وبيعرض من خلال الرحلة دي العلاقة بين الإسلام والغرب. وفي 2016 لحد 2021 ما وقفش أحمد البرامج وقدم برامج كتير جدا زي مثلا برنامج لو كان بينا، وطبعا البرنامج المعروف جدا واللي أغلبكم عارفينه من خلاله وهو برنامج سين. كل دولة في أمل أنه تخرج من المشاكل اللي هي فيها وأنه تحسن وضعها في كل مجالات الحياة، والأمل هو وقود العمل. من أجل الآتي اليوم للكل يد في التغيير. نحن بأنتن وأنتم، نحن بأنتن وأنتم، كلنا بكبير.
وبرنامج سين هو اخر برامجه لحد دلوقتي 2024، والبرنامج ده حقق نجاحات كبيره جدا. وفي النهايه عايزه اقول لك ان احمد الشقيري مش بس اعلامي ناجح، لا هو نموذج للنجاح والطموح، ومن خلال قصته بنعرف ازاي الاصرار والاجتهاد هما اللي بيصنعوا الفيلم. احمد واجهته تحديات كتير جدا في حياته، لكنه ما استسلمش وحقق اهدافه، وبقى رمز للالهام والتغيير في الوطن العربي كله او في الشرق الاوسط. وانت كمان تقدر ان انت تحقق قصة نجاح جديدة من خلال ان انت تتعب وتجتهد، وكمان ان انت تعمل لي فولو وسبسكرايب عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة وما يفوتكش اي فيديوهات. وبس كده، سلام.